السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة مع بعض هنعمل السمكة دي اسمها لوت. تمام. وزنها حوالي 2 كيلو وربع تقريبا. تمام. انا خليت الراجل قطعها لي. ده سمك لوت حلو قوي قوي قوي، طعمه في حتة تانية بجد. وهنعمل كده مع بعض بتاع ده هو سبيت او كالاماري. هنمسكها نقطعها ونشوف احنا هنتبلهم ازاي. زي ما انتم شايفين كده انا بوريها لكم قد ايه صبحة وجميلة. خدوا بالكم من السمك لو بايت او صابح وكده، يعني اكيد لازم تكون الغياشين بتاعتها حمرا كده زي ما وريتكم. هنغسلها بقى كويس وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين كده، بصوا غمضت عينيك وفتحته انا جيت غسلتها. وزي ما انتم شايفين كده ومسكت الشريحة. طبعا كانت القطعة متقطعة جزئين، انا فصلتهم عن بعض. هنا بقى عملت الدقة دي ازاي. فلفل احمر وتوم، عبارة عن فلفل احمر، قرن فلفل احمر وتوم وليمون وشوية كمون وحبة بهارات سمك. لو ما عندكيش مش مهم، كفاية قوي الكمون مع ليمون ومع الثوم ومع الملح. بس كده يبقى البهارات بتاعتنا فلفل احمر، فلفل اخضر، قرن من ده وقرن من ده، واربع خمس فصوص توم وشوية كمون وشوية ملح وليمون، ولا اكتر ولا اقل. بس كده. حابة تحطي بقى عندك بهارات سمك بقى حطي. تمام. تمام. هنمسك الكلام ده كله نقلبه كويس جدا قوي قوي قوي، ونشرب التتبيله بتاعتنا دي للسمك كويس، ونسيبه بقى ايه فتره كده عشان خاطر اللحم بتاعنا عشان اللحم بتاعها يتبل كويس. ايه اللي انا بقوله ده؟ ما علينا. ما علينا. زي ما انتم شايفين كده لابسه جلافز من البلاستيك طبعا. غريبه وانا والله ما علينا. مبسوطه النهارده، مبسوطه الحمد لله. ربنا يسعدكم يا رب ويفرح قلوبكم كده دايما. ادعوا لي دعوة حلوة بقى من قلبكم، واوعوا تنسوا تحطوا اللايك. هنا بقى كنت جبت السبيت بتاعي قطعته. بجد السبيت ده عايزة اقول لكم اني بهدلني، شلوحني زي ما بيقولوا كده في الزيت. انا الشلوحت يا جماعة. المهم جبته وقطعته وغسلته زي ما انتم شايفين كده زي الفل. هنا بردك التتبيلة بتاعتنا هياها زي اللي انا قلت لكم عليها. انا جهزتها بقى وحطيتها في برطمان وركنتها على جنب. انا حباها يعني بحطها دايما. وده توم بودر. توم بودر، التوم ده انا اللي عاملاه. تمام. انا اللي عاملاه بجد التوم البودر. وده شويه من البصل البودر بردك بحب اطعم بيه الصبيط بتاعي. عايزه اقول لكم ان التوم البودر بجد ما تعمليه في البيت احسن مليون الف مره من بره. بجد والله. التوم كنت الاول بجيبه من العطارين وكده، كان بيبوظ مني على طول، ما كانش بيقعد فترة طويلة. بسم الله ما شاء الله. ليه حوالي 5 شهور، هم داخلين على 5 شهور. صراحة حلوة قوي، ولا بيكتل منك ولا اي حاجة، وحطاه بره التلاجة. تمام. هنا بقى كانوا اتبلوا معايا كده زي ما انتوا شايفين. هنجيب كيس تلاجة ونفتحه ونحط شوية دقيق. ننزل بشوية دقيق كده عشان عشان نبدر آه، السبيط بتاعنا والسمك بتاعنا. تمام. هنمسكه هنا بقى نبدره كويس كده. طبعا انت عايزاه ليه طبقة كبيرة يعني عالية. هنحطه في الدقيق ونجيب مصفاية. بصي بصوابع ايدينا كده، ما نقعدش نضغط عليه بكفة ايدك، لا بصوابع ايدينا، ونجيب مصفى كده وننخله كويس من الدقيق. تمام. ونديله تنسيمة مية
تنسيمه حاجه بسيطه كده بالبخاخه، باي حاجه عندك بقى، بايدك كده رشي، حاجه بسيطه جدا. وبعد كده نرده تاني في الدقيق، تمام، عشان يعمل لنا الكفر اللي احنا بنشوفه اما بنشتري الصبيط او الجمبري من بره. ماشي يا حبايبي؟ ماشي. حطيت اللايك؟ حط اللايك، اوعي تنسي تحط اللايك. وعايزاكم كده بقى تشيروا لي الفيديو ده. انا كل مره اقول حطوا لايك وما بتنسوا تحطوا اللايك. ماشي، زعلانه منكم بس انتوا حبايبي ما اقدرش ازعل منكم. ما علينا. نخلته اهو واديته تنسيمه من الميه. هرده تاني في الدقيق. طبعا انا بحاول على قد ما اقدر ان انا ايه، ما استهلكش كميه كبيره من الدقيق. طبعا الدقيق اللي هيتبقى احنا مش هنرمي حاجه في الوقت اللي احنا فيه ده. محدش بيرمي حاجه، تمام، محدش بيرمي حاجه. وحتى من قبل كده والله انا كنت بنخله وكنت بعبيه في كيس واحطه في درج التلاجة، لما كنت بحتاجه بطلعه تاني. انتوا فاهمين؟ بس كده. ننخله بقى وننزل بقى بيه في الزيت بتاعنا، حاجة حاجة كده. واحذروا بقى من الخطوة اللي جاية بجد. الزيت السبيت شلوحني خالص، بهدلني كده. فخدوا بالكم، غطوه كويس لانه هو بيضرب. تمام. انا بقول لكم عشان خاطر بجد غير السمك خالص. حاطين هنا زيت وهننزل بالسبيت بتاعنا. على فكرة السبيت او الكلاماري بيتحشي بيبقى حلو قوي، بس انا ما رضيتش الصراحة احشيها. انا حبيت ان انا اقليها كده. قلت بقى بما ان احنا بنقلي السمك فهقلي معاه السبيت على طول بالمرة وخلاص. ما حبيتش بقى اعمل كذا حاجة يعني. براحتك يعني، حابة تخليها سليمة وتعمليها تحشيها، دي حاجة هترجع لك براحتك. بتتحشي رز بالجمبري، الجمبري الصغير ده خالص، بتبقى حلوة قوي. مهم هنا نزود دقيق عشان خاطر نعمل السمك بتاعنا اهو. تبله كويس بقى. نبدره بالدقيق كويس ونركنه لحد ما ايه، لحد ما الصبيط بتاعنا يخلص. شفتوا انا خلصت بسرعه ازاي؟ طبعا ما جبتلكوش وانا بقلي السمك، انا جبت بس وانا بحط الصبيط عشان الفيديو ما يطولش معاكم. ويا رب الفيديو يكون عجبكم النهارده. شايفين الجمال؟ الله الله. وكمان برضك انا ما قليتش السمك كله عشان كان في مننا بيحب ان هو يتاكل سخن، فطبعا انا ما عملتش كله عشان ما يبردش. وزي ما انتم شايفين، لو عجبكم الفيديو